السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم ألف عافية. هذه كامري موديل 2014. صارت فيها مشكلة هنا عندي في الجير التوماتيك. المشكلة اللي هو شو اسمه، بعد نمرة 3 كأنه جير يعلق أو كأنه يلك، يعني ينتعب يلكلك معي بنمرة 3 تقريبا، اللي هو يصير فيه نتعة. فصارت هنا مشكلة، فماني عارف وش أسوي. رحت الوكالة يشيكون عليها، ما فيها أي شيء. المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة، ما فيها أي شيء. كل ما يشيكون عليها للأسف ما يصير أي فيها شيء، رغم أنه مفروض أنه يكون عيب مصنعي. للأسف حنا نجهل بعض الأشياء ولا ندري عنها، فخليت السيارة زي ما هي. فإذا جت بتعشق بنمرة 3، بعض الأحيان أرفع رجلي وبعض الأحيان أكون دايس على الداسة. إذا كنت مسرع يعشق النمرة زي السلام عليكم، يعني على طول تلقائي يعشق. أما إذا كنت مهدي فيجيب لي نتعة بنمرة 3. فرحت أكثر من ورشات في بريدة، القفاري، المطرودي، كثير ورشات اللي رحت لهم. فللأسف قالوا هذه مشكلة في الجير. ممكن هذه مشكلة أنه كنت تعديت 80,000 أو 60,000 وما غيرت الفلتر. طيب والحل؟ غيرنا الفلتر أول مرة، غيرنا ثاني مرة، غيرنا ثالث مرة، غيرنا رابع مرة، ما زالت المشكلة موجودة. ما في أي حل لها، بس السيارة ما عليها تروح وتجي، ما في أي مشكلة. حتى في أحد الزملاء معاه هوندا كورد ونفس المشكلة في نمرة 1، يلك معاه تقريبا أو ينتع معه بنمرة 1 أو بنمرة 2. فقالوا ناس كثير غير الطنجرة. طبعا في ورشة الرواف بريدة، قالوا نغيرك الطنجرة وعلى الضمان وعلى مسؤوليتنا وعلى إلى الكلام هذا إلى آخره. فقلت خلي السيارة ما دام أنها تمشي معاي خليها تمشي، أو إني أوظب الجير كامل. فاحترت ما بين هذه وهذه. هذا ممكن مشكلة مصنعية تكون عندي، أو عيب مصنعي، أو خلل، رغم أن السيارات الأولى ما يصير فينا الشيء هذا، تروح وتجي ما يصير فينا الشيء ذا. وصارت هنا مشكلة. أحب أنوه الشباب دايم قبل 60,000 روح غير الفلتر والزيت والجير خلته. إذا مشيت عليها راح يعمل لك مشكلة في الجير. هذا اللي حبيت أنقلكم الصورة من واقع تجربة هوندا كورد 2000، كامري 2014 وهوندا كورد 2016. أنقلكم الصورة من واقع تجربة. في أمان الله، دمتم في أمان الله.